صديقي الفنان، ازيك؟ انا مريم ودي اول قناه فنيه تعليميه شامله في الشرق الاوسط كله، والنهارده هنتعلم مع بعض غرزه الوبري، ويلا بينا نشوف بتتعمل ازاي. علشان نشتغل غرزه الوبري هنحتاج خيوط، وهنحتاج شوكه او مشط، والابره ومقص. ودي امثله لطريقه قص الخيوط اللي هنحتاجها علشان نشتغل الوبري. قبل ما اشتغل الوبري لازم بمتن تحتيها او بقفلها بغرزة 1×1. ولو انتم مش عارفين ازاي غرزة 1×1 بتتعمل، ففي فيديو مشروح فيه طريقة غرزة 1×1 بالتفصيل الممل. ايه اللي هنحتاجه؟ هنحتاج خيوط تبقى مقصوصة قد بعض. بنمسك خيطين وبنيجي عند اي خيطين نسيج في التسدية، وبنمسك الخيطين دول وبنحطهم كده فوقيهم، وباخد الخيط بنزله من تحت من الجنب بالشكل ده، تمام، في نص بين الخيطين. والناحية التانية نفس الكلام، باخد الخيط من الجنب وانزله من تحت بالشكل ده، تمام كده. بقى عندي الخيوط من تحت اهي. بمسكهم اطراف الخيوط مع بعض عشان ينزلوا بشكل متساوي، بدل ما يبقى خيط طويل وخيط رفيع. بمسكهم الاتنين الاطراف زي بعض، اروح ماسكه ونازله بيهم لحد تحت كده. انا عملت الخيط الوبري لتحت. شايفين اتجاه الخيوط نازل لتحت؟ ركزوا في الجمله دي علشان هعلمكم ازاي نعمل وبري تبقى اتجاه الخيوط بتاعته لفوق، علشان ده الوبري اللي بيبقى قصير وبيتقصقص زي ما هوريكم مثال دلوقتي. يعني مثلا قطعة النسيج دي، الخيوط الوبري اللي معمولة من تحت خيوط اتجاهها لتحت، وعادي يعني ممكن اعملها من فوق. يعني اخر صف ده معمول اتجاهه لفوق عشان يديني زي فوليوم او كثافة في الخيوط. لكن الجزء بتاع الوبري اللي فوق اللي بيتقصقص ويبقى قصير بالشكل ده، بنخلي دايما اتجاهه لفوق علشان يبقى شكله واضح كده وبارز. لان كل ما بيبقى الوبري لتحت كل ما بيبقى نايم اكتر او قريب للخيوط التسدية اكتر. يبقى علشان الخيوط تبقى لتحت بمسك الخيطين بالشكل ده، وباجي في الخطين اللي جنب الخطين اللي استخدمتهم قبل كده. يعني ادي الخطين اللي انا استخدمتهم اهو، سبتهم وباجي عند الخطين اللي جنبيهم واروح فتحاهم بنفس الشكل زي المرة اللي فاتت، وبدخل خطين من هنا والخطين التانيين من الناحية التانية برضو من جوه، وبمسك الاطراف مع بعض زي ما اتفقنا، وبروح منزلاهم كلهم لتحت. انا لو عايزة اعمل الوبري لفوق عشان انا هقصقصه مثلا، نفس الفكرة. بناخد خيطين وبمسك الخيوط اللي انا قصاهم قد بعض، بحطهم كده وادخل الخيوط من الجنبين بس من فوق. المرة اللي فاتت كنت بعمل ايه؟ كان بيبقى هم كده واروح ماسكهم من تحت. لا، المرة دي هدخلهم بس من فوق. ادي اول واحد، ادي تاني واحد، وبمسك الخيوط اطرافها مع بعض برضو عشان يبقوا متساويين، وبنزلهم لتحت الاول بعدين بضغط عليهم. بصوا شايفين ده؟ بصوا مرتفع ازاي، لكن ده مايل ونازل لتحت. لو انا عايز الخيوط تبقى اغزر وعددها اكتر، بمسك بدل ما هما خيطين كده، لا بمسك 4 خيوط مثلا. ولو انا عايزهم يبقوا اقل اخف من دول، اخليه خيط واحد. يعني اديني اهو همسك الصفين دول بتوع التسدية، وهعمل اهو دول كده 4 ادخلهم من الناحية دي، و4 ادخلهم من الناحية التانية، وبنزلهم بالشكل ده. هخلص الصف ده وهرجع لكم عشان نشوف هنعمل ايه بعد ما نخلص الوبري. دي مشكله انا ما تعرضتلهاش هنا، لكن هقول لكم لو انتوا تعرضتوا ليها تعملوا لها ايه. ساعات التسديه بتاعتنا في النول بتبقى فرديه مش زوجيه، وانا في الوبري لازم بستخدم خيطين مع بعض. فلو كانت التسديه بتاعتي فرديه مش زوجيه، اللي هيحصل ان هيتبقى لي في الاخر خيط واحد مش هعرف اعمل بيه ايه. فلو ده حصل عندي، ما سيبش الخيط ده في الاخر، لا، اخلي الخيط ده اسيبه في النص كده، او هنا مثلا في النص اي حاجة، واعمل الخيطين اللي بعديه والخيطين اللي بعديه وهكذا. لو سيبته في الاخر هيبان، لكن لو
سبته في النص مش هيبان. الوبري ده فيه عيبين. اول عيب ان احنا بنستهلك خيوط كتير، بس بصراحة لما بنفنن في القص الاخير بتاع الخيوط بيبقى تحفة يعني. والعيب التاني انه بيفك. شايفين اول غرزة انا عملتها، شايفين فكت ازاي؟ اول واحدة وسعت فيهم. فعشان الوبري ده ما يفكش مني، اللي بعمله اني بشد الخيوط كده لتحت. كل ما الخيوط تبقى انعم كل ما هتفتح اسرع. انا عشان اتفادى العيب ده ويبقى الوبري بتاعي مظبوط، بقفل عليهم تمام واكد بالشوكة. بعدين لازم اقفل على الوبري بواحد على واحد، بالذات لو كان اتجاه الوبري لفوق. لو اتجاه الوبري لفوق لازم اقفل عليه بغرزة ضيقة، ان كان واحد على واحد او اي غرزة تاني تحبوها. زي ما احنا عارفين واحد على واحد همشي كده علشان اقفل على الغرز الوبري. على الأقل أقفل عليها بصف واحد على واحد، أو يفضل طبعا إنهم يكونوا صفين، علشان أنا لما بمشي واحد على واحد في خط ببقى قفلت عليه وخط لأ، خط اتقفل عليه وخط لأ. فالأفضل إن أنا أقفل عليه بخطين، لكن أنا مش هقفل عليه بخطين لأني هستخدم غرزة بعد كده هتقفل الدنيا تماما. لكن لو هسيب مساحات فراغ في الشغل بتاعي يبقى لازم اقفل بعد الوبري على الاقل بخطين، بالذات لو انا عامل كمية وبري مش صف واحد بس. ولو بتسألوا نفسكم ايه النول الغريب ده وان مش هو ده اللي احنا عملناه مع بعض قبل كده، ده هو اللي احنا عملناه قبل كده، بس الفكرة ان انا هنا استخدمت لوح ابلكاش، لكن في اللي فات استخدمت نصبيان. وغيرته ليه؟ عشان بس حسيت ان الالوان بتاعت النصبيان والخيوط فاتحه فمش واضحه لكم في التصوير، عشان كده غيرت النور بالشكل ده عشان يبقى واضح لكم اكتر، وطبعا بالنسبه لي امتن. وبس كده صديقي الفنان، كده خلصنا الوبري. بس كده صديقي الفنان، ما تنساش تشترك في القناه هنا، وكمان في قناه حكايه الفنون شورتس، وفي باقي المنصات التانية ان كان انستجرام او فيسبوك او تيك توك. وبس كده صديقي الفنان، اشوفكم الفيديو الجاي وانتوا شاطرين ناجحين فنانين مش صنايعين. باي باي.